سؤال حلو قوي من محمود، بيقول ازاي اقدر استفيد من التليفون بتاعي باكتر صورة ممكنة. والاحلى منه الاجابة بتاعت عبد العليم: لو يتباع بسعر بيعه وهات موبايل اقل وباقي الفلوس لابتوب. والله يعني اجابة رائعة يا عبد العليم. ولكن يا محمود يا اخويا، اكتر طريقة اقدر استفيد بيها من التليفون بتاعي انك تبعد عنه. ابعد عنه. يعني انا بصراحه التليفون طبعا، يعني خاصه هنا مثلا في بعض الدول، التليفون بتقدر تنجز معاه كل حاجه، وعليه الهويه بتاعتك، وعليه كل مش عارف ايه، واي حاجه بتطلبها من التليفون وكل حاجه. ولكن الكمبيوتر او اللابتوب لا يعجز عن ذلك ايضا. فهو لا تلجا لاستخدامه الا للضروره. افضل طريقه انك تستفيد بيها منه انك تبعد عنه معظم الوقت، ما تستخدموش الا للضرورات، للضروريات بس. ف ده الحوار يعني. في ناس طبعا بيبقى شغلهم على التليفون هو التصوير والتسجيل والمونتاج ففي ناس الشغل بتاعه هو على التليفون، فده حالة خاصة طبعا. ولكن بخلاف ذلك فانت في حياتك كلها كل ما تبعد عنه هيدي لك مساحة وبوتنشال واحتمالية وإمكانية إنك تنمو في حتة تانية، إنك تقرأ، إنك تمارس رياضة، إنك يا أخي إنك تلعب جيم، إنك تلعب جيم أحسن من إنك تمسك التليفون، إنك تتفرج على فيلم. يعني بص أيا كان، بعيد كل ما بعدت كل ما اتحسنت، ده باختصار شديد.